السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم جبت لكم المحاجب، ماشي بالميكسور وما يتعبوش. المحاجب تاعنا تاع اليوم بالبيتخان، بالعجان الكهربائي. نفوتوا للوصفه تاعنا. هنا في الغيسيبيون تاع العجان تاعنا نديرو عبر تاع فرينه وعبر تاع سميد رطب. انا هنا استعملت هذه النوعيه، ندير 2 عبر تاع سميد، نضيف العبر الزاوج. بالنسبه للماء ندير عبر ونص. نزيد الملح على حسب الكميه اللي تكونوا دايرينها. نفوت نحطهم في العجان، نخلوهم ينعجنوا. هذه الطريقه ما تعبش اي وحده عندها بيتخان اللي هو عجان كهربائي تستعمله، ما تعب نفسها في الدلك واحسن من الميكسور. كما راكم تشوفوا معايا راه يتخلط، راه العجينه تاعي بدات تتماسك وبدات المكونات تندمج مع بعضها. من الأحسن باش تتماسك لنا العجينة نستعملو هاد الآلة تاع البيتخان اللي تجي كيما هاك باش قد ما نجمعو المكونات مع بعضها. وشوفوا العجينة تاعي هاي اللي بدات تعلك معانا. الآن نبدل نستعمل هادي تعجنه. ما تعبوا رواحكم ما والو، بطريقة سهلة. اللي عنده البيتخان يستعمل البيتخان. هايك العجينة تاعي كيفاش ولات معلكة. شوفوا معايا هنا ديجا راها تتكسل معايا العجينة. شوفوا والله غير العجينة هايلة. هنا نجيبو كيس بلاستيكي نشمخه شوية بالماء، نشمخه ونغلف به العجينة تاعي باش العجينة ترتاح نصف ساعة. نخلوها تريح ان دوميور ونرجعوا لها. هنا نفوت نحضر لاصوص تاعي اللي باش نديرها في الوسط لافارس تاع المحاجب تاعنا. هنا عندي بصل استعملت 2 حبات، وهنا عندي طوماطيس تاع الحبة استعملت 3 حبات طوماطيس، يكونوا موايا يعني يكون شويه صغار ماشي كبار بزاف. نديروا الفلفل الاسود ونديروا الملح. نزيد لها هنايا صلصة الطماطم صوص طوماط، نزيد لها 3 مغارف كبار، نخلطوهم ونضيف لهم غير واحد شويه تاع الماء. هنا جبت البلا تاعي اللي غادي نحط فيه العجينه، ندهنه بشويه زيت. هنا العجينه تاعي قطعها دوائر صغيره ونخليها ترتاح.
هنا نجيب اناء نشمخ يديا باش كي نقطع العجينه تاعي ما تلصقليش في يديا وما تغبنيش في خدمتها. نغطوها مليح ترتاح 20 دقيقه حتى لنصف ساعه، يعني 20 مينوت حتى لنص ساعه. نفوتو نفتحو وحده. انا درت من التحت بابي كويسون باش يساعدني باش نرفد المحاجب تاعي. شوفوا هنا درت الزيت في يديا وراني نفتح فيها. نفتحتها هنا بالزيت. شوفوا كي تمشى معايا العجينه تاعي راها تتمشى وحدها. فتحتها بالزيت جات هايله. شوفوا نحط لافاخس تاعي في الوسط. هنا في الحشو كل واحد واش بغى يدير اضافات. كاين اللي يزيد الكفته، انا درت الزيتون مقطع نطليها بشويه تاع زيت من الفوق ونحطها طيب. وهنا عندي العجينه الزاوجه فتحتها بهذه الطريقه، ما فتحتهاش بالزيت. العجينه تاعي هتكسل وحدها، فتحتها بهذا الشكل. العجينه من تكون مرتاحه تنفتح معانا بكل سهوله. نحط في الوسط نحط الزيتون. الزيتون اختياري. المحاجب الاصليه ما فيهاش زيتون، فيها بصل وطماط. نحط الحبه الثانيه طيب ونفوت للحبه الثالثه نفتحها بالزيت كما فتحت الاولى. شوفوا معايا الطريقه. طريقه سهله وخاصه للمبتدئين. واي واحد يكون مراه تكون مزروبه عندها تكون خدامه ولا عندها شغالات تديرهم تستعمل العجان البيتخان يساعدها وتحضر احلى محاجب. وما ننسوش نقلبوا الحبات تاوعنا مره على مره باش ما يتحرقولناش. شوفوا معايا. نزيدوا لها شويه زيت من الفوق ونحطوها طيب. شوفوها كي راها طيب روعه. نوريك الحبات تاعنا بعد ما طابوا والله غير خرجوا هايلين هايلين هايلين، ما عندي ما نقول لكم. نتمنى تجربوها وتردوا لي في التعليقات تعطوني الاجابه كيفاش خرجوا معاكم. يعني غير سميد وفارينه ما تعب، ما فيها اضافات لا خميره لا خل حتى حاجه، سميد فارينه وملح. شوفوا كيفاش طابوا معانا. العجينه تاعهم هشيشه ما عندي ما نقول لكم. هذه هنا درتها سيركل دائريه ودرتها فيها الحشو من الداخل. شوفوا معايا كيفاش خرجت. شوفوا والله غير واحد البنه. شوفوا معايا كيفاش طابت، شوفوا كيفاش خرجت. وصفه روعه سهله.
نتمنى تكون عجبتكم الوصفة، ما تنسوش تشتركوا في القناة. مع السلامة.